هو احنا ليه بنشتري حاجات مش محتاجينها؟ يعني بذمتك كم مرة اشتريت حاجة عشان عليها عرض وفي الآخر ركنتها جنب الاير فراير اللي بتستخدمه مرة في السنة؟ طب سيبك من السؤال ده دلوقتي، هجاوبك عليه في آخر الفيديو، بس ركز معايا يا صاحبي عشان اللي جاي ده لمصلحتك ومصلحة جيبك اللي بيشتكي منك. اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. النهارده مش جاي اسمعك كلمتين محفوظين، انا جاي اكلمك كواحد خايف عليك من دوشة التطبيقات اللي مالية تليفونك. شوف التطبيقات اللي في حياتنا بقت زي الملح في الاكل، من غير الحياة مسخة، بس لو زودتها عن حدها ضغطك هيرتفع. الضغط التطبيقات وظيفتها الأساسية إنها تخدمك مش تستخدمك، توفر عليك وقت ومجهود وفلوس، بس الذكاء هنا إنك تختار التطبيق اللي بجد يسندك، مش اللي يغرقك في ديون أو يسحب بياناتك وخلاص. من وسط الزحمة دي تعالى امسك في ايدك واشرح لك تطبيق ناس كتيرة بتتكلم عنه. هو تطبيق اللي في اللينك اللي معانا النهاردة، هو تطبيق شهري. طبعا هتقولي ده ترو، هو ترو، هو شهري. ماشي، عشان بس ايه منتلخبطش مع بعضينا. شهري يا فندم وظيفته باختصار انه محفظة في جيبك بس بالاجل، يعني تطبيق بيوفر عليك خدمة تشتري الان وادفع لاحقا، باي ناو باي ليتر. فكرته انك لو محتاج موبايل ضروري للشغل او تلاجتك القديمة باظت على غفلة ومش معاك كاش، هو بيدفع المحل وانت بتقسط له هو. طيب تستخدمه ازاي عشان ما تلبسه في الحيطة؟ اول ما تنزل التطبيق من جوجل بلاي هيطلب منك تسجل ببطاقتك الشخصية وضامن وغالبا اثبات دخل زي انفراد مرتب او كشف حساب. وفي حالات لو رصيدك الائتماني كويس مش بيطلب تعقيدات كتير. النصيحة اللي بفلوس هنا: اوعى تستخدمه في الرفاهية. التطبيق ده معمول للزنقات، للأجهزة الضرورية، مش عشان تجيب بلاي ستيشن 5 وانت لسه ما خلصتش اقساط الموبايل. لما تتقبل لما تتقبل ان شاء الله من تطبيق بينزل لك رصيد، بتروح للمحلات المتعاقد معاهم وهم كتير جدا، تختار اللي عايزه وتدفع مقدم بسيط وتكمل الباقي اقساط من خلال فوري او المحافظة الالكترونية. نيجي بقى للكلام اللي بيوجع: مميزات وعيوب التطبيق دوت من واقع تجارب الناس اللي هارت البلاي ستور. المميزات ان اجراءاته سريعة مقارنة بالبنوك، مش محتاج فيزة مشتريات، بتتعامل مع براندات كتير وتجار كتير جدا، يعني هتلاقي اللي انت عايزه. لكن العيوب يا صاحبي لازم تاخد بالك منها. اول حاجة خدمة العملاء: ناس كتير بتشتكي ان الرد بيتأخر، او لو حصلت مشكلة في السيستم والدفع مسمعش بتدوخ السبع دوخات عشان تثبت حقك. وتاني عيب الفوائد، لما هما بيسموها مصاريف إدارية، يعني طريقة كده أو صيغة يعني، بس هي في الآخر اسمها فلوس زيادة بتدفعها فوق تمن الحاجة. ولو اتأخرت في القسط في غرامات تأخير بتلسوع. طب هو المطور أو صاحب التطبيق ده كسبان ايه لما يديك تطبيق مجاني تشتري بتقسيط كمان؟ بص يا حبيبي، مفيش حاجة ببلاش، انت بس اللي ببلاش. التطبيق بيكسب منك بطرق خفية وذكية. رقم واحد، بتكسب منك نسبة، بياخد نسبة من التاجر اللي انت اشتريت منه لأن هو جابله زبون اللي هو انت. رقم اتنين، المصاريف الإدارية اللي بتنضاف على كل قسط، دي مكسب صافي ليهم. رقم تلاتة، غرامات التأخير، ودي بقى المانجا لأنهم عارفين إنك بتنسى ميعاد الدفع، وأحيانا تلاقي التليفون مهنج منك وقت الدفع عشان ما تدفعش ويبقى يتطبق عليك غرامة، بياخدوا منك فلوس زيادة. رقم أربعة، بياناتك وسلوكك الشرائي، ده كنز، بيعرفوا منه انت بتحب ايه وبتشتري ايه امتى عشان يستهدفوك بإعلانات تانية. لو حسيت ان شهري او ترو مش مناسب ليك او فوائده عالية، في بدائل تانية في السوق المصري زي تطبيق فاليو، وده الأشهر بس شروطه ساعات بتبقى رخمة شوية، أو تطبيق سيمبل وده بيقسط من غير فوايد لو معاك فيزا بنك، أو حتى تطبيق فرصة. قارن بينهم وشوف مين فيهم اللي مصاريفه إدارية أقل، واختار اللي يريحك ويريح جيبك. نرجع بقى للسؤال اللي سألتهولك في الأول: ليه بنشتري حاجات مش محتاجينها؟ الإجابة يا صديقي هي الدوبامين. مخك بيفرح لحظة الشراء، بيحس بنشوة كأنه كسب جايزة، بس النشوة دي بتختفي بعد ما تدفع، وتبقى الندم والأقساط هما اللي قاعدين معاك. عشان كده قبل ما تدوس تأكيد الشراء على أي تطبيق، عد لحد 10 واسأل نفسك: أنا محتاجها بجد ولا لأ عشان عليها خصم؟ لو عجبك الكلام وخايف على فلوسك، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو ليك تجربة مع شهري أو غيره اكتب لنا في التعليقات عشان كلنا نستفيد. سلام يا جميل.